السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة شهوات مختارة. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم غادي نحضر معكم وصفة ديال بطاطا مشرملة بطريقة رائعة وسهلة، كتجي محمرة ولذيذة بزاف، ما تشبعوش منها، كتوجد بسرعة، نرافقوا بها اطباق اللحوم، نقدروا نستهلكوها غير بوحدها، كتجي خطيرة. انا متاكده اذا جربتوها غادي تولي معتمده عندكم. ودابا اجيو تشوفوا المقادير وطريقه التحضير، فرجه ممتعه. عندي هنا بطاطا سلقتها، قطعتها بهذا الشكل، طروفها شويه كبار، سلقتها. عندي معلقه ديال القزبر معدنوس، معلقه كبيره ديال الزبده تكون نوع زوين، عندي ربع كاس ديال زيت العود، ثومه غبره، في العطريه عندي الملح كتبقى على حسب الذوق، واحد نص معلقه صغيره ديال البزار، ونص معلقه ديال الكمون. شعلت النار على المقله، خديت هاد المقله كبيره وغارقه، غندير فيها الزبده، غندير زيت العود، غنرمي هاد البطاطا، نخليها بحال تسقلا. هاد البطاطا مره كنقلبها بهذا الشكل، غنضيف لها شويه ديال الملح، الاحسن تقلبوها غير بالمقله. انا حيت عندي هاد المعلقه ديال السيليكون ما غاديش تهرسها، كنعمل بهذا الشكل. نخلي البطاطا تتحمر، البطاطا هي بدات كتحمر واحد شويه. غندير لها واحد شويه ديال الثومه غبره، تقريبا واحد نص معلقه صغيره، كتعطيها اللذه.
شفتوا هي البطاطا بدات كتحمر. غندير عليها هاد الكمون والبزار انا كنقلبها غير بشويه تحمر مزيان هاد الزبده. كتشوفوا هي البطاطا تحمرات. ندير عليها شويه الربيع، خليته حتى الاخر باش ما يتحرقش. البطاطا هي هذه كتشرمل بهذا الشكل، كتجي لذيذه بزاف. كنقدموها مرافقه للاطباق ديالنا. انا في هذه اللحظه غنطفي عليها. البطاطا ديالنا هي هذه، قدمتها بهذا الشكل. كنرافقوا بها اطباق اللحوم، ولا حتى هكذا نقدروا نستهلكوها بهذه الطريقه. كتجي لذيذه بزاف، مشرمله كيف شفتوا، كتجي محمره. كنقدموها بالصحه والراحه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، غادي تتفاجئوا بلذتها، واخا المكونات ديالها بسيطه والتحضير ديالها سهل. الى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله. كيف ديما سهله في التحضير، مكونات بسيطه موجوده في كل بيت. دمتم في رعايه الله وحفظه.